3 حاجات لازم تعملهم مع الأطفال عشان يبقى عندك إدارة للسلوك بتاعهم سواء في الفصل أو في البيت. خليني أقول لكم إيه ال3 حاجات دي وممكن تساعدنا كتير قوي إن احنا نعمل behavior management. أول حاجة لازم تبقى completely clear، لازم تكون واضح في الحاجة اللي انت عايزها من الأطفال. يعني ما تقولش أنا عايزة الفصل ساكت، لا، احنا مش عايزين نتكلم بصوت عالي، لازم تكون واضح في القواعد بتاعتك. تاني حاجة بقى الكونفيدنت، الثقة. لازم المربي يكون واثق من نفسه وعارف يتحكم في انفعالاته، لان انت وقت ما تفقدي الثقة في نفسك مش هتعرفي تسيطري على السلوك خالص ولا هتعرفي تعدليه. طب ازاي اخلي يبقى في ثقة عندي؟ ان انا احط رولز، واهم حاجة في الرولز انا ممكن اساعدكم فيها بافكار، يعني ان one voice in the place، صوت واحد بس مسموع في المكان. لو انا هتكلم يبقى انتوا هتسمعوا الصوت ده بتاعي، لو ماريا هتتكلم، لو فلان هيتكلم، يبقى كلنا هنسمع الصوت بتاع ماريا او الصوت بتاع فلان. ده بتعلموهم ان هم يستمعوا